النهارده عندي في العمليات حالة معضوضة من كلبين بيتبول، تالت حالة خلال أسبوعين ومن مناطق مختلفة وكلاب مختلفة وبس نفس النوع. طفل عنده 12 سنة، كلبين شرحوه. يا ريت تيجي تشرفنا بعلمك نلحق حياة الطفل ده. للأسف ما عنديش أي علم أو أي خبرة تقدر تساعد حضرتك في إنقاذ حياة الطفل، واللي بتمنى من كل قلبي إن ربنا يوفق حضرتك في إنقاذ حياته بدون أي أخطاء طبية، لأن بحسب منظمة الصحة العالمية ففي 2.6 مليون إنسان بيموت سنويا نتيجة أخطاء طبية كان من الممكن تجنبها، في حين بيموت سنويا حوالين العالم 59 ألف نتيجة عضات الكلاب، وبيكون بسبب السعار مش بسبب العضة نفسها في أغلب الحالات. يعني لكل حالة في العالم بتموت بسبب عضة كلب في 44 إنسان بيموت بسبب الأخطاء الطبية. رغم كده إحنا ما قررناش إن إحنا نوقف الطب، لكن بنشتغل علشان نقلل الأخطاء. وبحسبة الأرقام بتاعت حضرتك إن كل وفاة بسبب كلب قصادها 44 وفاة بسبب دكتور، مش عارف مين الأخطر. أما بالنسبة لعلمي فباللي بتعلمه واللي اتعلمته إني ما اتكلمش في غير تخصصي، وباللي اتعلمته بحاول أحارب كل جاهل بيتكلم في غير تخصصه. باللي اتعلمته بتعلمه هتعلمه، بحاول أحمي الكلاب من كل جاهل مدعي تدريب. بالعلم اللي بتعلمه وتعلمته وهتعلمه بحاول أحمي الكلاب من جهل ناس حولت الكائن المستأنس من أكتر من 12 ألف سنة لند وسيطرة ومسخرة. بحاول أرجع العلاقة السوية بين الإنسان والكلب، أفضل صديق للإنسان. المشكلة عمرها ما كانت في الكلب، المشكلة في اللي ربى غلط، المشكلة في اللي بيفتي، في اللي ما يعرفش فيه. في عالم واعي يا دكتور بنشتغل علشان نمنع المصيبة، وفي عالم غير واعي بندور على أسهل شماعة نرمي عليها. بتمنى لك التوفيق من غير أي أخطاء طبية.